فاضيه ما فيهاش غير جبن، فنزود كاتشب بقى. كل هدوء النهارده، هدوء. فطير عم سمير، فطيره مشلتت سجق كيري، هي حجمها صغير شويه. طبعا يا جماعه محتويات الفطيره اللي هي الفطيره كده، كيسين كاتشب والجلافز. يعني دي فطيره مشلتت بسطرمه كيري ب 140 جنيه، فسعرها لحد ما كويس جدا. عشان خاطر دي مشلتت فهي متقسمه لاربع حتت، مورقه كريسبي. زي ما احنا شايفين البسطرمه اللي فيها قليل بس هي غرقانه جبنه. فتعالوا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. بيقول لك مره واحد كان شغال في محل كشري، فكان بيعدي الشارع، عربيه خبطته قام فقد البصر. ولا الفيديو الجاي بقى هكمل لك بقى النكته دي. دي تاني قطعه نفتحها برضه ونشوف. نفس الفكره يا جماعه، البسطرمه اللي فيها قليله، هي تالت واحده. نفس هو تقريبا كل ربع فيه 3 حتت بسطرمه. طيب نشوف الرابعه والاخيره. نفس الموضوع اهي، حته 2 3 ونص، يعني نفس الموضوع. يعني هي بما انها فاضيه ما فيهاش غير جبن فنزود كاتشب بقى. الحمد لله بعد ما خلصنا الفطيره. الطعم بكل امانه بصراحه الكواليتي بتاعت البسطرمه حلوه جدا جدا عاليه، الجبنه طعمها حلو جدا، فطيره مورقه، الطبقات اللي من فوق واللي من تحت فيها كريسبي بتقرمش معاك، فطيره طعمها حلو. لكن التعقيب الوحيد هي ان البسطرمه قليله. رغم ان انا شفت فيديو قبل كده على الصفحه كانت الفطيره مليانه حشو جدا، كانت مليانه بسطرمه ومليانه جبنه، بس مش عارف هنا ايه اللي حصل لها، ممكن كشت مع البرد ولا ايه. كمية اللحمة المفرومة ايه رأيك فيها؟ أهم حاجة المصداقية عندنا. اما بقى لو انت مستنيني واقول لك الفطيره تاخد كام من 10، فللاسف انا مش مدرس حساب، وانا هنا مش بقيم الاكل، بالعكس انا بجيبه واجربه معاك عشان خاطر تبقى عارف انت هتشتري ايه من المطعم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.